7 مليار من البشر من يرزقهم؟ ومن يطعمهم؟ ومن يسقيهم؟ اهل الصين بس 1,300,000,000 يوميا ياكلون الفطور وجبه اساسيه البيض. اي من يرزقهم 1,300,000,000 بيضه كل يوم؟ الا المولى عز وجل من الخزائن اللي ما تنفد جل جلاله. خزائن المانجا وخزائن العنب، خزائن التفاح، خزائن الرمان. شفت ثمرة الرمان فكها تشوف حبات مرصوصة كأنها لولو مرة صعب. الله جل جلاله فيها سكر، الماء ما في سكر والطين ما في سكر. طيب منين يجي السكر في المانجا؟ منين يجي السكر في الرمان؟ منين يجي السكر في التفاح؟ منين يجي السكر في العنب؟ منين يجي السكر في قصب السكر؟ هذه من خزائن المولى عز وجل اللي عنده خزائن كل شيء. الرياحين، الفل، الياسمين، الكادي، الورد، هذه 7 روائح الزكية نزل تاخذ، قال تاخذ من خزائن الله. قال لك حتى الصفات الطيبة، الإيمان، اليقين، التقوى، الصلة، البر، العفو، التسامح، هذه الصفات كلها ما يملكها إلا المولى عز وجل. هو الذي أضحك وأبكى سبحانه، هو اللي يملك هذه الصفات. نتعرض لنفحات الله بهذه الحياة. إن الله يقبلنا، إن الله يكرمنا بالحياة الطيبة. كل ما نقرب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نسعد. في طاعة الهداية، في طاعة الخير، في سنة البركة. لأنه الرحمة المهداة. الأعمال الصالحة مثل الصلاة. الصلاة نور. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أمر يفزع الصلاة. كم تحزبنا أمور تفزع قلوبنا للمخلوق، مشكلة.